السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا زي ما وعدناكم ان احنا هنرجع لكم ان شاء الله باذن الله بفيديو جديد بعد الفيديو الاولاني اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده عن الاحداث الرياضيه الصباح اليوم. النهارده طبعا بعد جميع المباريات النهارده ما انتهت زي ما احنا شفنا كنا وتابعنا. النهارده كان 4 مباريات في منتهى الاهميه. مباراه فيوتشر مع المصري واللي انتهت بتعادل ايجابي 1-1. والمباراه الثانيه كانت غزل المحله والزمالك اللي انتهت 2-1 لغزل المحله. والمباراه الثالثه بيراميدز وسموحه او سموحه وبيراميدز اللي انتهت بفوز بيراميدز 2-1 على سموحه. والمباراه الرابعه والاخيره كانت مباراه الاهلي والبنك الاهلي اللي فاز الاهلي فيها 1-0. طبعا المباريات النهارده كانت كلها يمكن احداثها مش بعيده الا مباراه الزمالك وغزل المحله. طبعا غزل المحله والزمالك النهارده كانوا يمكن من اصعب المباريات النهارده على نادي الزمالك للاسف الشديد، اللي احنا كلنا توقعنا فيها ان فعلا الزمالك يقدر يرجع ويقدر يعود تاني للدوري ويقدر يخرج من الكبوه اللي هو فيها من بدايه سنه 23 زي ما انا قلت في الاول. لكن للاسف النهارده الزمالك ما قدرش يحقق حلم جماهيره النهارده اللي هم كانوا منتظرينه. لكن ان شاء الله باذن الله بالتوفيق فيهم ليهم في اللي جاي باذن الله. طبعا نبدا بمباراه فيوتشر والمصري البورسعيدي. النهارده المباراه يعني يعتبر كلها كانت تكتلات في نص الملعب، وفي نفس الوقت كان في هجمات بسيطه وخفيفه وضعيفه، مش بالهجمات اللي انت تقدر تقول عليها ان ممكن يبقى في جول او في هدف. طبعا ده الشوط الاولاني انتهى 0-0. الشوط الثاني طبعا بداوا بنفس التشكيل، ما فيش تغييرات. آه، الهدف الاولاني جه في الدقيقه 49 من محمد رضا بوبو لاعب نادي فيوتشر من هجمه مرتده. مروان محسن حطها لمحمد رضا بوبو داخل المنطقه، حطها جوه هدف، حطها هدف جميل جدا في حارس مرمى المصري. هدف التعادل طبعا بعدها جه في الدقيقة 61 للمصري اللي قدر يتعادل مروان حمدي للمصري ويرجع للمباراة من تاني. لكن للأسف برضو ما الهجمات تحس ان فرقتين الفيوتشر والمصري مش خايفين على المباراة، او ما فيش حد فيهم عايز المباراة بجد. تحس ان خلاص تراضوا بالتعادل ورضوا بالنتيجة ديت، وفعلا طلعت النتيجة إيجابية في نهاية المباراة 1-1. وبكده يعتبر فيوتشر وصل للنقطة 31 والمصري وصل للنقطة 23. أما بالنسبة للمباراة التانية اللي كانت معانا النهاردة كانت مباراة غزل المحلة طبعا في المحلة والزمالك. وللأسف أنا إحساسي كمتفرج أو كمشاهد لمباراة الزمالك في الفترة الأخيرة تحس ان الزمالك في الشوط الاولاني ما جاش اساسا ولا شفناه في الشوط الاولاني للاسف الشديد. وسيطرت غزل المحله فعلا على مجريات الامور في الشوط الاولاني وسجلت هدفين. كان الهدف الاولاني كان في الدقيقه الرابعه جابرييل اوريك، والهدف الثاني في الدقيقه 19 احمد الندري. وطبعا كانت النتيجه ديت يعني كانت مؤثره جدا على نادي الزمالك، والسبب يرجع لفريرا المدرب اللي هو طبعا في الفتره الاخيره انا حاسس ان هو بيلعب او هو ماسك نادي الزمالك غصب عنه للاسف الشديد. وده احساسي من جوايا ان الراجل ده زي ما يكون بيعاند الناس كلها وبيمشي اللي في دماغه. وطبعا كانت اخطاء فادحه في الشوط الاولاني بسبب التشكيل اللي محطوط النهارده ان سيد نيمار. وده يعني اكبر حاجه ظاهره للكل ان سيد نيمار اصلا ما بيلعبش في الجبهه الشمال، لكن للاسف النهارده لعبه في الجبهه الشمال. والمفروض اصلا احمد محمد عبد الشافي موجود وكان قاعد بره، وفي نفس الوقت احمد زيزو بيلعب في الجبهه اليمين. فطبعا ما كانش فيه تناسق خالص زي ما احنا شفنا في الشوط الثاني. فالشوط الاولاني الزمالك ما جاش نهائي، وكان الغزل مسيطر على مجريات الامور تماما في الشوط الاولاني. لكن في الشوط الثاني مع التغييرات الداخليه داخل الملعب ونزول محمد عبد الشافي اعتقد ان المباراه فعلا كانت جميله جدا من جانب نادي الزمالك اللي قدم شوط ولا اروع. ما شفناهوش عموما، ما شفناهوش خالص من بدايه الدوري. ولكن للاسف الشديد ما لحقش الزمالك يرجع تاني لضيق الوقت. وطبعا خلاص يعني كان بس كان على وشك التعادل او الفوز. ولكن للاسف ما قدرش الزمالك النهارده يحقق نتيجه ايجابيه في المباراه وخسر 2-1. وللاسف فضل زي ما هو في الدوري 26 بونت طبعا، والمقاولين زي ما هو 27 بونت طبعا بعد المباراه الاخيره. و بيراميدز النهارده وصل للنقطه 30 طبعا بعد الفوز على سموحه. الهدف الاولاني طبعا بالنسبه لسموحه وبالنسبه لبيراميدز الهدف الاولاني جابه رمضان صبحي، وكان ده بالنسبه لي من اخطاء النهارده، اخطاء فادحه من بيراميدز وسموحه النهارده. الهدف الاولاني اللي جابه رمضان النهارده كان من خطا مدافع نادي سموحه. والهدف بالنسبه لحسين فيصل اللي جابه في الدقيقه في الدقيقه 31 كان طبعا برضه هدف من خطأ
ويعتبر النهارده المباراه كانت ماشيه سجال مع سيطره، ما بعد السيطره من بيراميدز على مجريات الامور في الشوط الاولاني. الشوط الثاني نزلوا الفرقتين طبعا. بيراميدز كان عنده الدافع اكبر ان هو يفوز بالمباراه، وفعلا في الدقيقه 56 مصطفى فتحي احرز الهدف الثاني لبيراميدز وانتهت المباراه 2-1. وبكده يبقى سموحه زي ما هو في الدوري، وبيراميدز كده وصل لنقطه 30. اما المباراه الاخيره كانت مباراه الاهلي والبنك الاهلي. طبعا الشوط الاولاني تحس انت كده حتى وانت قاعد بتتفرج ان الاهلي مش منظم قوي، بس عارف ازاي يجيب جول، او عرف ازاي ياخد الثلاثه بونت من البنك الاهلي، او من اين يؤكل الكتف زي ما بيقولوا في لغه الكوره. فطبعا بهجمه من ناحيه الشمال، كان احمد عبد القادر متقدم بيها ولعبها لشريف كان في الاول، لكن مروان عطيه طبعا هو اللي تقدم بالكوره وشاطها، وبعد كده ارتدت من محمد ابو جبل وحطها شريف. هدف جميل مش وحش ومتابعه جيده من محمد شريف. وطبعا يعني على شريف ممكن ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه اكيد ممكن يرجع بعد الاهداف اللي هو جابها ديت. دلوقتي 3 اهداف في مباراتين وبقى 5 اهداف دلوقتي. وطبعا والشوط الثاني وانتهى الشوط الاولاني 1-0. الشوط الثاني طبعا ما فيش جديد، الاهلي برضو زي ما هو، بس البنك الاهلي قدر يتحكم في زمام الامور في اول 10 دقائق للعوده للمباراه او يلحق بانه يجيب هدف التعادل، لكن للاسف البنك ما قدرش يحقق التعادل. وفي نفس الوقت الاهلي كان بيهاجم على فترات او على استحياء زي ما بيقولوا في الهجمه المرتده، ولحد نهايه المباراه وانتهت المباراه 1-0 للنادي الاهلي. كده طبعا الترتيب بالنسبه للدوري، الاهلي طبعا كده في 37 نقطه، فيوتشر 31 نقطه، بيراميدز 30 نقطه، المقاولين 27 نقطه، الزمالك زي ما هو لسه في المركز الخامس 26 نقطه. وطبعا يا رب يا رب نكون النهارده قدرنا نوصل لكم الاحداث الرياضيه كامله، ونتمنى طبعا لنادي الزمالك العوده بجد، لان فعلا الزمالك نادي كبير وما نقدرش نقول عليه غير كده. انا اهلاوي وما ما اقدرش اقول غير كده فعلا، واي حد في مصر مشجع كوره سواء كان اهلاوي او زملكاوي يتمنى فعلا ان الزمالك يرجع، واتمنى فعلا الزمالك يرجع. ويا رب يا رب يوصل صوتي لمجلس الاداره ان يسيبوا نادي الزمالك زي ما بيقولوا كده، مش عايز اقول ما تدخلوش في مشاكل، ويا رب يطلعوا منها على خير ويرجعوا تاني باذن الله ان شاء الله. يلا اشوف وشكم على خير، ويا رب اتمنى ليكم سهرة سعيدة، واتمنى ليكم انكم تكونوا كويسين، واهم حاجة يبقى الدعم والشير ولايك لو عجبكم الفيديو. ولكل حبايبنا طبعا بقول لكم تصبحوا على خير.